الانقلاب التلفزيوني. موسم الهجرة إلى الشمال يبدأ في تلك الدولة مع بداية أشهر الصيف شديدة الحرارة، فيذهب وجهاؤها وأثرياؤها إلى أوروبا هربا من الحر الملتهب، حيث لا يبقى فيها إلا العمالة الأسيوية والفقراء والمنبوذين. أما صفوة القوم فلهم رب آخر يحميهم، رب المال والنفوذ. لكن ومع سفر هؤلاء إلى دول الشمال تبقى عقولهم معلقة في هذا البلد، حيث تأتي الفرصة مواتية للمكائد والانقلابات والغدر والخيانة. ميزة الانقلابات في قطر أنه يبدأ التخطيط لها في الشتاء لتبدأ في فصل الصيف. ولنبدأ القصة في عام 1868 عندما وقع الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين معاهدة بالإكراه مع الكولونيل لويس بيلي المقيم البريطاني في الخليج. تم على إثرها انفصال مشيخة قطر عن البحرين لتصبح فيما بعد دولة قطر وليبدأ حكم آل ثاني. شرب خليفة من نفس الكأس عندما انقلب عليه ابنه حمد عام 1995، والذي بدوره نجا من محاولة انقلابية قام بها ابنه جاسم عام 2009. العائلة القطرية تمجد نفسها أولا، تستحوذ على معظم الدخول القطرية، في حين أن الشعب نفسه بيئن دلوقتي من شوية مشاكل رئيسية. أول حاجة عدم وجود الهوية القطرية، ان الهوية القطرية بدأت تدوب مع جماعات كتيرة دخلت إثنية من الخارج. هذه الجماعات الإثنية بتهدد الهوية القطرية، لأن هو الحكومة القطرية يعني فتحت المجال في موضوع إعطاء الهوية القطرية لغير أبناء قطر. الشيخ موزة بن ناصر المسند ضحية لصفقة مالية وسياسية بين أبيها المعارض لحكم آل خليفة والذي نفي إلى الكويت عام 1964، حيث كان ينادي بحقوق أهل قطر والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات العامة وفي الانتفاع من عائدات النفط. لذا وقع تزويج موزة بن ناصر المسند بحمد بن خليفة، الأمر الذي لم يكن في حقيقته إلا انقلابا ناعما من آل المسند على آل خليفة. فلم يكن يتوقع الشيخ خليفة أن ابنة خصمه ناصر المسند هي من سيدق المسمار الأخير في نعشه وتجريده من حكمه وبقائه منفيا خارج البلاد. انقلب حمد على والده العجوز وطرده من الحكم واتهمه بالسرقة وتبديد مقدرات قطر، وترك والده يعتاش على الهبات في السعودية وغيرها من دول الخليج. كل ذلك بعد أن نجحت الشيخة موزة بين زوجات حمد الثلاث، نجحت في إيقاظ شهوة السلطة والنفوذ في حمد، وبذلك يكون ناصر المسند قد استطاع الثأر من والد حمد عن طريق ابنته موزة،
التي لم تنسى التنكيل والاضطهاد الذي مورس على أبيها وقومها في عهد والد حمد زوجها والحاكم لقطر، والذي قام ساعتها بخدعة وقع فيها الجميع. حمد بن خليفة أكبر أبناء أبيه وأقلهم ذكاء، عانى كثيرا في دراسته الثانوية، حيث كان يفضل جلسات السمر والشعر النبطي مع أصدقائه. وعندما أرسل إلى كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية لم ينهي دراسته فيها، ففصل منها بعد 9 أشهر، إلا أنه عاد إلى قطر برتبة جنرال ليصبح قائدا للجيش ثم وليا للعهد عام 1971. في صيف عام 1995 سافر الشيخ خليفة إلى سويسرا في رحلة استجمام كالعادة، بعد أن أجري له حفل